بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. طيب، يعني إيه أكون شخص غير ناضج عاطفيًا؟ وهل النضج العاطفي مرتبط بسن معين، والّا ممكن يكون شخص كبير في السن وعنده عدم نضج عاطفي، والعكس صحيح، إن طفل صغير يكون عنده نضج عاطفي؟ طيب، وإيه العلامات اللي لو ظهرت عليَّ أعرف إن أنا شخص عندي عدم نضج عاطفي؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خلّيني أسلّم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلّام سعد، ويالّا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش إن أنت تفعّل زرار الجرس وتشترك على القناة عشان يوصلك منّي كل جديد، وما تنساش إن أنت تعمل share للفيديو وتعمل share للقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم. ويالّا بينا، وما تنساش تعمل لايك عشان أنا باتعب والله. ويالّا نجاوب على السؤال. الشخص اللي بيكون عنده عدم نضج عاطفي هو شخص بيكون مش عارف يتفاعل مع مشاعره بشكل صحيح، ومش عارف يتعامل مع مشاعره بشكل صحيح، ومش عارف يدير مشاعره بشكل صحيح. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده ان هو شخص بيكون بينفعل مع المواقف زيادة عن اللزوم، يا بينفعل مع المواقف أقل من اللزوم. يعني بيطلّع ريأكشنات أو بيطلّع ردود فعل over زيادة عن اللزوم، يا أقل زيادة عن اللزوم. خلّينا بقى نعرف إيه هي الأعراض اللي لو ظهرت عليَّ أعرف إن أنا شخص عندي عدم نضج عاطفي. الشخص اللي بيكون عنده عدم نضج عاطفي بتظهر عليه الأعراض الآتية. أول عرض من ضمن الأعراض إن هو بيكون شخص دايمًا بيلوم الآخرين، يعني بيشتغل دايمًا على لوم الآخرين ولوم ذاته، ده رقم 1. رقم 2، إن هو دايمًا بيكون شخص عايز يكون محور الانتباه وبيلفت الانتباه، دايمًا بيكون عايز يكون الcenter of attention، دايمًا مركز الانتباه، الناس كلها بتبُص له، الناس كلها عايزة تتعامل معاه، الناس كلها عينها عليه، وهو دايمًا هو الجامد اللي الناس كلها محوطاه وعايزة تكون حواليه. الشخص اللي بيكون عنده عدم نضج عاطفي هو بيكون شخص عايز دايمًا يحوّر ويكدب على أي حاجة وكل حاجة. يعني الشخص اللي بيكدب وبيحوّر هو عنده عدم نضج عاطفي، هُم بيسموهم اللي عندهم الكذب المرضي. اللي بيكون غير ناضج عاطفيًا بيكون أسلوبه عدواني، بيكون أسلوبه همجي، ودايمًا بيكون بيتعصب على الكبيرة وعلى الصغيرة، ودايمًا بيتعصب على كل وأي حاجة، ودايمًا في حالة من العصبية الدائمة. الشخص اللي بيكون عنده عدم نضج عاطفي هو دايمًا بيكون عايز يهرب من المشاكل، ويهرب من الصراعات، ودايمًا لمّا تيجي تلومه على حاجة عملها يقول لك ما باحبش أتكلم في الماضي، ما بلاش نتكلم في الماضي. يعني ده شخص بيكون غير ناضج عاطفيًا. فأي شخص بيكون بيهرب من المواجهات، بيهرب من مسؤولية التواصل مع الآخر أثناء النزاعات، اعرف إن هو شخص على طول عنده عدم نضج عاطفي. اللي بيكون عنده عدم نضج عاطفي بيكون شخص دايمًا عايز يكون محور الاهتمام قُلنا، لكن دايمًا بيكون عايز يبقى بياخد الاحترام زيادة عن اللزوم، بياخد التقدير زيادة عن اللزوم، بياخد كل التبجيل زيادة عن اللزوم. وكمان الشخص الغير ناضج عاطفي بيكون عنده مشكلة مع الانتظار. يعني أي واحد لما بيكون واقف في الطابور تلاقيه بيتأفأف وزعلان ومتضايق ومش عايز يصبر ومش عايز ينتظر، بيكون عنده عدم نضج عاطفي. ولذلك ربنا بيحطنا أوقات في مواقف بتجبرنا إن احنا ونصبر لفترة طويلة، علشان من خلال المواقف دي يعلمنا إن احنا يكون عندنا صبر على صبر، ويعلمنا كمان إن احنا يكون عندنا ويعلمنا كمان إن احنا يكون عندنا نضج عاطفي. طيب إزاي بقى أحول نفسي من شخص غير ناضج عاطفيا إلى شخص ناضج عاطفيا؟ طيب، أنا أول حاجة محتاج أشوفها إن أنا أعرف إن أنا غير ناضج عاطفيًا، وأعرف إن عصبيتي ولفت الانتباه وطلب الاحترام الزيادة والكدب وكل الكلام اللي قلناه ده بسبب إن أنا غير ناضج عاطفيًا. فأنا محتاج الأول أشوف إن أنا غير ناضج عاطفيًا. علشان أكون أكثر نضوج عاطفي أنا محتاج إن أنا أكون أكثر تواصل مع نفسي ومع الآخر. يعني العكس بقى، إن لما تحصل صراع ويحصل مشكلة أحاول إن أنا أهدى، واحاول إن أنا ما اتعصبش، واحاول إن أنا أمسك غضبي وأمسك نفسي وأتحكم في نفسي، وأقعد مع الآخر وأتكلم مع الآخر وأتواصل مع الآخر. يعني من الآخر كده أحاول إن أنا أهدى وأدي لنفسي فرصة. يعني أهدى يعني إيه؟ يعني أدي مساحة لمشاعري، إن أنا ما أخدش رد فعل على مشاعري على طول، لأ، أنا أحاول إن أنا أهدى وبعد كده
ابتدي ان انا اتكلم واتواصل مع الاخر. علشان اكون اكثر نضج عاطفي انا محتاج ان انا اشوف عدم النضج العاطفي ده مؤثر عليا في ايه سلبا في حياتي، يعني اذيني في ايه، مضايقني في ايه. فانا محتاج ان انا اشوف ايه الحاجات اللي متأثرة اللي انا متأثر بيها، وابتدي ان انا اشتغل عليها. اشوف ايه الحاجات اللي إن عدم النضج العاطفي مؤثر عليه. بمعنى مأثر على شغلي، مأثر على علاقاتي، مأثر على ايه بالظبط، علشان ابتدي اتحفز، علشان احسن من جودة حياتي. فابتدي ان انا اغير من الحاجات اللي هي مرتبطة بعدم النضج العاطفي، واحول نفسي من شخص غير ناضج عاطفيا لاني اكون شخص ناضج عاطفيا. انا بؤمن ان الحاجة اللي انا عايز اتعلمها انا محتاج ان انا اعرفها كتير، ومحتاج ان انا اسمع عنها كتير. بمعنى ان انا محتاج، خلاص انا عرفت ان انا عندي مشكلة مع عدم النضوج العاطفي، فانا محتاج ان انا اكون اكثر نضوج عاطفي. فاللي انا محتاج اعمله هو ان انا ابدا ان انا اسمع بودكاست عن النضوج العاطفي وعدم النضوج العاطفي. محتاج ان انا اشوف حلقات على اليوتيوب. محتاج ان انا اتكلم مع ناس عندهم نضوج عاطفي. من الاخر كده ان انا اخلي الموضوع ده محور حياتي، احط عليه تركيزي، احط عليه انتباهي، وابتدي ان انا اسمع عنه اكتر، وابتدي اتعلم عنه اكتر، واعلم نفسي عنه اكتر، واغير من نفسي ومن صفاتي عشان اتحول من شخص غير ناضج عاطفيا لشخص اكثر نضوج عاطفي. النضوج العاطفي محتاج ان انت تتعلم تقول لا، ومحتاج ان انت تتعلم تحط حدود، ومحتاج ان انت تعرف قيمك. فانت محتاج ان انت تعمل 3 حاجات علشان يكون عندك نضوج عاطفي: 1، تعرف حدودك. 2، تعرف قيمك. 3، تقول لأ لما الحاجة ما تكونش مناسبة ليك، يعني تبطل إرضاء الآخرين. الأشخاص اللي بيكونوا عايزين يرضوا الآخرين على حساب نفسهم هم أشخاص عندهم عدم نضوج عاطفي. والنضوج العاطفي ده انت محتاج تعرف ان هو شيء مش فطري، مش شيء بتتولد بيه، هو شيء مكتسب، حاجة بتكتسبها مع الخبرة ومع الحياة. فمحتاج ان انت تتعلم عنه زي ما قلنا، وتبتدي ان انت تشتغل على نفسك عشان يكون عندك المهارة دي. انا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو، تعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيدهم. وما تنساش ان انت تعمل لايك عشان انا بتعب، والله العظيم بتعب. كان معكم سلام سعد، وتابعوني.